بعد 14 سنة خبرة في التخسيس جاية أقولك على نصيحة مهمة جدا جدا جدا. اسمع كلامي، ما تقولش لأي حد إن أنت بتخس خالص. طب لو اتحط أكل قدامك، لو أنت في عزومة ولا حاجة واتحط أكل قدامك، شبعان مش قادر لسه واكل، القولون شدد عليا، بس ما تقولش لأي حد إن أنت بتعمل دايت وعايز تخس. اعداء النجاح كتير، وهيجي يقول لك الحته ديت مش هتفرق، دي حته صغيره، دي مش هي ديت اللي مش هتخليك تخس. كل ده بيأثر. اوعى تقول لحد ان انت بتخس. وخد بالك الدايت دوت بيبقى عامل زي البدله او زي الفستان، لازم يكون متفصل عليك او متفصل عليكي عشان يعرف يجيب نتيجه كويسه. مش هنحرمك، عمر ما الدايت كان حرمان. الدايت عباره عن ان احنا نشوف جسمك طبيعته ايه، وساعتها نفصل الدايت. انت اللي هتفصل الدايت بما يتناسب على ظروفك وحياتك ويومك ومواعيدك وايه الاكل اللي بتحبيه. ده نمط حياة صحي سليم داري على شمعتك عشان نعرف نوصل لنتيجة كويسة. كل الصحة والعافية ليك.